قبل ما نبدأ الكلام ألف سلام عليك يا كابتن صبحي، مرة تانية وتالتة ورابعة وعشرة الصليبي بياخد مننا لاعب وهو في أفضل حالاته. جهز لي دولاب مشاعرك يا معلم الكام دقيقة الجايين دول عشان هنستخدم كل حاجة فيه. الإسماعيلي يتعادل مع إنبي بهدفين مقابل مثلهما في مباراة تثبت إن التلصيم في الكورة آخره نكد. We've got fun houses, merry-go-rounds, house of horrors and wax museums, tunnels of love, terror wheels, house of mirrors and killing fields. بدأنا بالتشكيل الأساسي اللي أنا بقوله ده، يعني برجوع عمر الوحش وإسلام جمال كان المنظر ده هو الأقرب للتشكيلة المثالية للسيد خالد القماش، فباستثناء غياب القائد محمد صبحي اللي بيعوضه عواد ما كانش فيه تغيير يذكر، وحتى لو كان فيه تغيير كان هيحصل عليه تغييرات المعتادة بتاعت كل مباراة هترجعه للحاجة المعتادة اللي أنت بتتفرج عليها بنفس المنظر المعتاد. أهو شقلاطة المشاعر دي ملخص الماتش وملخص الحلقة دي. قدام انبي الماتش اتلخص في 4 مشاعر انسانيه الجماهير عاشته واللعيبه في الملعب طبقتهم. الشعور الاول هو المفاجاه، اللي قدامك دي مش الدقيقه الاخيره وانبي بيحاول يعوض خساره، اللي قدامك دي الدقيقه الرابعه من بدايه المباراه. البدايه المفاجاه من انبي انظرتنا بماتش سريع واستمرارهم في الضغط اغلب فترات المباراه بخط عالي اكد لنا ان هم مش جايين يتعادلوا او يخسروا. وهنا جه دور الشعور الثاني، العصبيه. كمشجع لفريق المفروض انه ماشي كويس بالارقام في الدوري، فانت متوقع ان جهازك الفني يكون عامل على الاقل سيرش من ابو دقيقتين على ترانسفير ماركت ده علشان يعرف مين ماريو مارتينيز ده وازاي هيقفل عليه، او على الاقل يكون اتفرج على ماتش الذهاب بتاعنا مع الداخليه ويشوف علاء عبد العال بيتعامل مع الاسماعيلي على ارضه ازاي. بس لو كل ده كان اتعمل كنت هتلاقي ردة فعلنا على مفاجاه انبي وضغطه العالي من اول دقيقه ومهاره ماريو مارتينيز كده. هو في ايه يا كباتن؟ الشعور الثالث كان فرحة لما ربنا يستجيب دعواتك ويضيع اخطر هجمه من انبي ويسمعك وانت بتقول بعد نص ساعه لعب على ارضك واحنا هنهاجم امتى؟ فربنا يسمعك ويرزقك ويرزق محمد فتحي بالحل الوحيد المتبقي، الحل الفردي. جول جايزه لفتحي على اي وكل لقطه محترمه قدمها مع الاسماعيلي من اول الموسم ده، وهيكون ذكرى حلوه قوي لفتحي يطلع بيها من الموسم ده. والشعور الرابع هو شعور كبير وده الشعور اللي بيجي لك لما تتاح لك فرصه استغلال فريق كان بيهاجم وبيضغط عليك ضغط عالي وفجاه اعصابه تتهز بهدف مفاجئ وانت بدفاعك وبرتم هجماتك وبتبديلاتك تقول له لا مش عايز. بترمي اللعبه يا كافر. زي ما جول محمد فتحي رائع اذا ما كانش هدف الاسبوع، كمان جول مروان محسن كان حلو كفايه في الصناعه وفي الانهاء ينسينا الفرصه اللي ضيعها دي، فبرضه في رايي دي ملخص شبه ايجابيات المباراه دي، اما دي فبعض من سلبياتها الكتير. السلبيه الاولى سكينة في الحلاوة اللي الواحد يعرفه ان الكرة فيها دفاع منطقة ودفاع 1 على 1 مان تو مان راجل لراجل وحتى دفاع اتوبيس اركن ال11 في ال18، بس ابتكرنا الاسلوب دفاعي جديد في ماتش انبي ينم عن ابداع خط الدفاع بتاعنا كله. فحضرتك زي ما انت شايف الاسلوب ده اسمه اسلوب الموظفين، اللي هو انا همسك اللعيب ده من هنا لهنا، راح في حتة تانية بقى ده مش مسؤوليتي انه منحرف وبيتحرك من غير كرة كتير. برافو وربنا، كل ما الواحد يفكر ان دفاعنا جاب اخر الابداعيه في حرق دمنا بيبتكر جديد. PS ضغط المنافس العالي عليك مش معناه انك تديله الكوره تقديرا لمجهوداته البدنيه. السلبيه الثانيه بشويش بالراحه ومعانا 90 دقيقه نعمل فيهم الهجمه اللي احنا عايزينها، الدنيا مش هتطير يعني. واحده ان الله مع الصابرين اذا صبروا. تحضر براحتك وتهجم بطيء وفي الاخر تضيع قدام فريق متراجع، دي انا فاهمها منطقي وعداك العيب يا عمنا وبتخطط وبتكتك عشان توصل، بس فريق من اول 4 دقايق لحد الدقيقه 80 هجماته ما بتعديش 5 لمسات وبتبقى عند مرماك وسايب لك مساحات بالهبل وراه وانت بترد بالتشنج الاحساسي اللي على مهله ده ليه؟ وقبل ما تقول لي العناصر هي اللي بتلعب بطيء وهم اللي خذلوا مدربهم لانه مش هينزل يلعب، انزل لي بالسلبيه الثالثه يا شوقي. السلبيه الثالثه للمره الثالثه من ساعه تولي سيد خالد القماش المهمه، التغييرات والتعامل مع مجريات الماتش. احمد سمير مش متوفق قمت مبدله بالتبديل المعتاد بتاعك اللي غلبت بيه التبديل بتاع حسن شحاته بتاع عمرو زكي في اخر ربع ساعه ده، فاهمها جدا ومش هتكلم فيها، وابراهيم حسن على الاقل عمل اسيست. بس حسني عبد ربه نزل مكان مهاجم صريح ليه؟ ولو حسني مش نازل كبديل للمهاجم الصريح ونازل لنص الملعب فاحنا نفوز بمعركه نص الملعب وبعد كده نرمي الكوره في منطقه ال18 وربنا يسهل. طب نستنسخ مروان محسن تاني غير اللي بيطوف بره ال18 ده، طب ما انت كان عندك مهاجم زيه طلعته. طب طارق جبرين طلع ونزل مكانه احمد سمير فرج. منين يودع
على فين ومين يجيب مين، وذهب الفجر وطلع البدر والعصفور صوصو صوصو والدراويش صوصو، وانا كمشجع صوصوت وصوتت من اللي شفته بصراحه. الجمله بتاعت الريتم السريع ادى لكشف دفاع الدراويش اللي كنا بنقولها زمان الكيوت دي بقت حاجه محترمه جدا لوصف اللي حصل قدام انبي في ليله استحقت مصنع منافيخ ذهبيه مش منفاخ ذهبي واحد. وتقسيمه المباراه دي في رايي كانت 65 دقيقه للفريق البترولي و25 دقيقه للدراويش على ملعب الدراويش. وسؤال المره دي، اذكر لنا في الكومنتات مظاهر التلصيم اللي انت لاحظتها في الاسماعيلي طول الموسم ده وكانت نتائج كل واحده منهم ايه، ودي كمشكله محتاجه حل. فاقترح حل واحد على الاقل لمشكله التلصيم دي لنهايه الموسم، اللي هي عدي المرحله دي وبعد كده اتفاهم في الصيف، مش من منطلق الحياديه والموضوعيه بس من منطلق ان انا بني ادم بشر وفي عينين وعندي دماغ. احنا سرقنا تعادل في ملعبنا من انبي. الجمله دي فيها حاجات كتيره غلط لدرجه انها جابت لي لوحدها باي بولر ديس اوردر، ولا مؤاخذه الباي بولر ده مش هيخليني عارف افرح ولا ازعل ولا انقي اي شعور من الاربعه اللي حسيتهم في المباراه دي عشان اكمل بيهم الليله او اكمل بيهم الموسم. فيا ريت الماتش الجاي ما يتبقاش من المشاعر دي الا الفرحه، ويا رب يرجع لنا الفرحه مره تانية من قلبنا وتستمر وتدوم. بس فانا اسف ان انا اتضايقت، واسف ان انا في اغلب الاحيان بتعامل مع الفيديو بلوج ده على انه وعاء بفرغ فيه كل طاقتي اللي بتجيلي بعد المباراه بشكل يعني كلام في المباراه نفسها. وربنا يجمعنا على حب الاسماعيلي.